التكنولوجي هي المستقبل اللي جاي كله. يعني اي حد مش في التكنولوجي دلوقتي او مش بيدرسها او كده، كل الشغل اللي جاي المضمون وليه مستقبل يعني هو اللي له علاقة بالتكنولوجي لازم. خلونا نرحب بضيفنا النهارده. محمود، ازيك؟ ازي حضرتك؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. طيب. محمود، قول لي كده، انت عندك كام سنه وسنه كام؟ انا عندي 17 سنة وفي سينيور 3 ثانوية عامة. محمود، انت ابتديت بقى تتعلم روبوتكس وتكنولوجي من امتى؟ تقريبا وانا عندي 9 سنين مثلا. 9 سنين. اه حلو، يعني من حوالي 8 سنين ابتديت الرحله بتاعتك كده، مثلا مش كده؟ صح. تمام. السنين دي شفت شكل التكنولوجيا اتغيرت من اول ما اه ابتديت لغايه اللي طبعا انت فيه دلوقتي؟ اتغيرت كتير اوي. قول لي بقى ايه اللي اتغير عنه. يعني هي التكنولوجي بقت اسهل بكتير. حتى زمان لما كنت يعني لما بدأت في التكنولوجي في الروبوتكس وكده، كنا مثلا ممكن ناخد مجهود اكتر او في حاجات معينة بيبقى ليها ليميتس نعملها. بس دلوقتي يعني بقت الحاجات الليميتس بتاعتها زادت قوي، تمام. وبقت فيها حرية اكبر واحنا بنشتغل يعني. التولز اللي بتستخدمها بقت اسهل واكتر، فبتقدر تنفذ اللي انت عايزه اه بقى بسهوله اريحية اكتر. اكتر يعني. اه طيب، شايف بقى التكنولوجيا دي رايحة فين في المستقبل؟ يعني كمان 10 سنين كده ممكن تكون عاملة ازاي؟ مش عارف، بس هي يعني كل شوية بتتطور بسرعة قوي وبطريقة غريبة يعني. ببقى مش متوقع ايه اللي هيحصل بعد كده. ايه اللي انت عايزه يتطور في التكنولوجي ونفسك تستخدمه دلوقتي ونفسك هو دي الحتة اللي تتطور؟ ممكن البروجرامينج بس. ممكن حاجة في البروجرامينج. والديزاين نفسه، هل شايف ان شكل الروبوتات اللي انت بتنفذها دي بالواير والاحجام الكبيرة، هل ممكن تنفذ نفس الميشنز مش اللي بتعملها بس بحجم اصغر ومن غير اي بقى كابلات ولا اي حاجة؟ مش هينفع. ليه؟ ان هو الموتورز ممكن يكون والتولز موتور اصغر، ماشي. سنسورز اصغر. ماشي بس التولز في تولز معينة ممكن تنفع عادي، او ميشنز معينة ممكن هتنفع عادي موتور صغير او موتور كبير. مم. بس في حاجات بتكون محتاجة حجم معين او تول معينة مثلا عشان تعمل ميشن معينة تمام كده. طيب، انت بتعرف تكتب ايه لغات برمجة؟ بايثون. بايثون. وطبعا الحاجات اللي بتبرمج بيها الروبوت بقى بتعمل الصور والحاجات. انت دخلت بقى مسابقات ايه؟ احكي لي على الهيستوري. انا دخلت روبو فيست واف ال ال، بس يعني تقريبا 4 اف ال ال و3 روبو فيست مثلا. ايه اللي فرق في حياتك بقى في الفترة اللي فاتت دي من نتيجة الحاجات اللي انت اتعلمتها والمسابقات اللي انت دخلتها؟ هو انا اكتر حاجه اتعلمتها الديزايننج الصراحه، والبروجرامينج برضه، بس الديزايننج اكتر يعني. فرقوا في شخصيتك حتى اه كمان؟ ايه بقى؟ يعني احكي لي. حتى يعني اجواء المسابقه نفسها مم. ووقفه الجراوند وكده بتخلي يعني تخليني عندي ثقه اكتر، وبقى مش متوتر قوي يعني. مم. وان انا بكلم الجادجز وكده، فدي حاجه بتفرق يعني شويه في التعامل في العموم في الحياه بقى. وانت في الماتشات بقى زي ما بتقول على جراوند كده ولقيت الروبوت حصل له مشكلة، ايه لا رد احنا فعلك بقى؟ يعني احنا بنحاول الاول نهدى اه. ونعتبر مفيش حاجه حصلت عشان ما نتوترش نوقف صح. وهي حصلت فعلا كذا مره. مم. بس يعني بنعوض بقى يا اما بنعوض في ترايل تانية مثلا، يا اما بقى في ميشنز تانية الروبوت بيظبط الدنيا يعني. بتلحقوا تظبط نفسك بس بتبقى هادي ولا اعصابك بتبوظ لا انا ببقى هادي الصراحه. ده جميل ده. وحاجه على فكره دي من الحاجات الاساسيه اللي بنخلي الولاد يتعلموها في المسابقات، ان لازم يبقى هادي ويعرف يفكر يحل المشكله ازاي، صح. ما يتوترش والدنيا تبوظ منه. وده اللي بيحصل معاكم اه في بيحصل معانا في المسابقات يعني. التيمز حتى. مظبوط، ده اللي انت بتقولي عليه، بقى عندك ثقه في نفسك ازاي اه اكتر. زياده. احكي لي لو في حاجه من الحاجات اللي انت اتعلمتها في البروجكتس اللي انت نفذتها. يعني مثلا السيزون اللي فات كان عندنا بروجكت، هي كانت فكره المسابقه ان احنا ننزل يعني نطلع سولوشنز الانرجي تحت الميه. فاحنا كان السولوشن بتاعنا ان احنا بننقل الانرجي بتاعت الويفز نحولها للار او في عشان تبقى يعني طاقه متجدده مش غير متجدده يعني. محمود، انت حابب تدخل كليه ايه؟ هندسه، بس ممكن هندسه ميكاترونكس يعني. ميكاترونكس، آه. بتمشي بقى بسكه روبوتات وبتاع. مم. يعني انت بتستخدم الذكاء الاصطناعي في دراستك ولا لا؟ في الدراسه بستخدمه ساعات. لا لو مثلا يعني في مثلا عندنا assignment او حاجه مش عارف احله قوي او كده، يعني مش باخد الاجابه، بس يعني لو في حاجه انا مش عارفها او مش عارف شرحها او كده، ممكن اسال طريقه الشرح ازاي، او يعني يديني لينك مثلا لحاجه استخدمها. يعني انت شايف ان الذكاء الاصطناعي والاي اي ده بيساعدنا في حياتنا بطريقه كبيره، ولا هو بيحل محلنا وبيخلوا
مفيش ابداع ولا لا، هو ابتكار؟ على حسب الاستخدام، يعني في ناس ممكن توصله لطريقة ان هو يحل محلنا، بس الصح يعني ان احنا يعني خليه بطريقة ابتكار بس شوية، او يعني شبه مساعدة كده بفكر جديد او حاجة كده. شايف التطور ده اللي هو بتاع ان كل حاجه نعتمد فيها على الروبوت والتكنولوجي وان هي تحل محل ده هينقل الحياه تبقى شكلها عامل ازاي؟ مش عارف، بس هو يعني مش هينقلها بطريقة صح أوي، يعني لازم يبقى فيه برضو اللي هو الفكر البشري اللي هو العادي ده اللي هو بتاع البني آدمين، لازم يكون موجود برضو، يعني لازم يبقى في ليميت لل AI أو التكنولوجي يعني. وهل ممكن يكون في ليميت للتكنولوجي؟ لا، ما أعتقدش. ما هي التكنولوجي ماشيه اه. في قطر، واحنا هنركب القطر ده يا مش يفوتنا هنلحق. القطر يا يدوسنا القطر. اه. فهو التكنولوجي لازم هتتطور صح. واحنا لازم متهيألي نبتدي نظبط نفسنا مم. ان احنا نواكب التكنولوجي مم. بأي طريقة. ما لناش حلول تانية يعني. اه. لان هو فعلا اعتقد ان السنين اللي فاتت دي انت شايف التكنولوجي بتجري شوية لا، كتير. كتير. اه. فاللي جاي شكله عامل ازاي؟ يعني مثلا لو في التعليم هتدخل سيشن أو حاجة، مش هيكون في تيتشر ولا حاجة ودكتور يعني، هتلاقي مثلا روبوت هو اللي بيشرح لك. شايف المصالح الحكومية لو تم ادارتها كلها اوتوميتد ويبقى ما هي دي افضل، ولا لو هتكون افضل طبعا، هتكون افضل، بس يعني شايف في دي لا، هتكون افضل اكيد بكتير في الروبوتس يعني والاي اي والحاجات دي. محمود، حابب ايه تقول للناس اللي يعني توجه بقى مسج للناس اللي ما ابتدتش؟ التكنولوجيا يعني، مم. لا يعني التكنولوجي هي اللي جاي كله، فيعني لو حد مش شغال في التكنولوجي بعد كده يعني هو هيكون يعني مش معانا تقريبا في العصر ده. يعني لو هو دلوقتي مش فاهم تكنولوجي، هيكون بعد كده بقى هيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، او فاهم بس مش عارف يحل، ممكن ما يعرفش يشتغل، ما يعرفش يفهم في التعليم، على حسب بقى هو. انا بشكرك يا محمود على انا انا انبسطت جدا والله. على الحادثة الجميلة دي، والتوفيق يا رب، وتطلع مهندس روبوتات كده ان شاء الله. دول. ان شاء الله. شكرا يا محمود. شكرا.